بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. درسنا النهاردة هيكون عن تو واللي بيجي وراها. أولا تو ديت بسميها عندي في اللغة الإنجليزية تو المصدرية. ليه بسميها تو المصدرية؟ لأن بيجي وراها مصدر الفعل. طيب أنا في أحيانا بشوف تو بيجي وراها الفعل زائد الاي ان جي، فيرب اي ان جي. طب امتى فرق ما بين تو اللي بيجي وراها مصدر وتو اللي بيجي وراها فيرب اي ان جي؟ اولا تو ممكن تعامل معاملة حرف الجر بمعنى الى، في حالة لو انا مثلا جبت وراها مكان اقول I go to school، يعني انا اذهب الى المدرسة، يبقى في الحالة دي تو من معنى الى، بعد هنا ايه حرف جر. طيب امتى بقى اجيب تو وراها فعل في المصدر؟ اولا الفعل في المصدر اللي هو بيكون بدون اي اضافات، يعني لا في اس ولا اي ان جي ولا اي دي، الشكل الاول للفعل او مصدر الفعل. اول حاجه لازم أنا اكون عارفه ان تو ديت بتيجي بعد افعال معينه، وفي الحاله دي بيجي وراها مصدر الفعل، زي الفعل want بمعنى يريد. لو قلت I want to finish my work، يعني انا اريد ان انهي او اخلص عمل، يبقى تو هنا بقى معناه عندي معنى ان. طيب decide بمعنى يقرر، he decided to stay، هو قرر ان يبقى. need بمعنى يحتاج، أو she needs to work، هي تحتاج أن تعمل، يبقى برضو هنا ايه ان. يبقى لو جيت ابص كده على معنى to هنا حرف جر بمعنى ان، to finish أن ينهي، to stay أن يبقى، to work أن يعمل، يبقى هنا بمعنى ان. يبقى ببساطة كده لما ترجمها بمعنى ان يبقى لازم يجي وراها فعل في المصدر. طيب قالك كمان بعد صفات معينة، يعني صفة زائد تو زائد المصدر، زي عندي الأمثلة الموجودة معايا. It is important to rest. important هنا يعني بمعنى مهم، من المهم أن تستريح. هنا verb في المصدر أو فعل فين في المصدر، وتو هنا معناها أن. I am happy to see you، أنا سعيد أن أراك، يبقى هنا تو برضو ترجمناها على إنها أن، والفعل هنا سي في المصدر، وهابي اصلا كانت ايه صفة زيها زي ايه important، يبقى important صفة وهابي صفة، يبقى بعد الصفة لو جت تو يجي وراها مصدر الفعل. طيب ممكن اشوف برضو تو زائد المصدر في احوال اخرى. كلمة enough جي اتش نطق اف لانها جاية في اخر الكلمة. enough بمعنى كافي، تو بمعنى جدا بس الدرجة مبالغ فيها وهنعرفها من المعنى. all the soup is too hot to drink، جت معاها تو وجاي وراها drink فعل يشرب في المصدر، بيقول الشوربة سخنة جدا لدرجة ان انا تمنعني ان انا اشربها، يعني كلمة تو وتو بدرجة كبيرة جدا لتمنع من القيام بفعل شيء، يعني الشوربة سخينة جدا لدرجة ان انا مش قادر ان انا اشرب منها، وعندك هنا تو جت وراها مصدر الفعل. they are old enough to drive a car. لو جينا نقول المثال ده، هم يكونوا كبار بدرجة كافية لكي يقودوا سيارة، يبقى هنا تو جا وراها كمان مصدر. يبقى لو انا جيت كده راجع معلوماتي هلاقي ان تو لو جت بمعنى ان او لكي يجي وراها ايه مصدر. يبقى عشان اريحك وتوصل معايا للمعلومة ببساطة، لو انا ترجمت ان بمعنى تو او تو بمعنى ان او لكي في الجملة لازم يجي وراها مصدر الفعل. طيب ايه كمان ممكن يجي وراها مصدر الفعل؟ بعد بيقول لك هنا بعد اسماء معينة، يعني ايه؟ اقول I made a decision to leave، يعني انا اتخذت قرار، يبقى اتخذت قرار او قررت. decision هنا اسم جاي وراه to leave، يعني انا اخدت قرار او قررت ان اغادر، يبقى برضو هنا هتلاقي برضو ترجمة to بمعنى ان، وليف يغادر هنا مصدر الفعل يترك المكان او يغادر اللي هو مصدر. طيب لو قلت his plan to build a house is ready، يعني خطته هنا to هتبقى بمعنى ايه لكي يبني
منزل is ready جاهزة، الخطة بتاعته لكي يبني منزل تكون جاهزة. هنا برضو قلنا بمعنى لكي فجاء وراها ايه المصدر. وبلان هنا خطة نوعها ايه اسم، زي made vision اسم. طيب قالك كمان ان ممكن تيجي بعد كلمات استفهام معينة، زي ايه؟ كلمة الاستفهام how او what او where، دولت بيجي وراهم to زائد المصدر. نشوف أمثلة توضح. I don't know how to swim، أنا لا أعرف كيف أن أسبح أو أعوم. برضو هنا to لو جينا نترجمها تبقى بمعنى أن، وجات وراها مصدر الفعل. طيب هنا they told me، هم أخبروني what to do، ماذا أفعل. هنا برضو to جات بعد كلمة الاستفهام what، فيجي وراها مصدر الفعل. طيب مثال ثالث يوضح she showed me، يعني هي ورتني أو عرفتني أو وضحت لي where أين to go أن أذهب for summer holiday من في أجازة الصيف. يعني كده باختصار عرفت ايه الأماكن أو امتى أستخدم المصدر بعد to. وعلشان ما اطولش عليكم الفيديو، إن شاء الله الفيديو القادم هيكون عن كيف أو ازاي أجيب verb ing بعد to.